عايز اعمل حاجات كتير وعايز ابقى ناجح في حاجات كتير، نفسي ابقى ناجح في دي وفي دي وفي العباده وفي الدعوه وفي الدنيا، وابقى ناجح في اسرتي، وابقى ناجح مع اولادي، وابقى ناجح في شغلي وفي مهنتي، وابقى ناجح في الاهتمام بجسمي والرياضه، وابقى ناجح في قيام الليل، وابقى ناجح في الدعوه الى الله. انا عايز ابقى انسان ناجح في كل حاجه. ان شرائع الاسلام قد كثرت علي. اعمل ايه يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال له في الرشيد كلمه واحده بس، قال له ايه؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. انت لو رايح لاي حد خبير او حكيم وبتقول له انا مش قادر اجمع ما بين ميشنز كتير في حياتي، مهام كتير في حياتي، اعمل ايه؟ هيقول لك ايه؟ بص يا ابني، انت محتاج شويه تخطيط، ومحتاج شويه تايم مانجمنت، ومحتاج شويه اداره لحياتك، ومحتاج تحدد الاولويات، الكلام اللي احنا عارفينه دوت. النبي عليه الصلاه والسلام وصلوا بالاصل الاول، انا معه حين يذكرني. ربنا هيبقى معاك، هتخرج من عجزك لقدره الله، هتخرج من فقرك لغنى الله، هتتعامل مع الحياه مش بجهلك، بعلم الله، هتتعامل مع الحياه مش بضعفك، بقوه الله. انت هتدخل في مقاييس ثانيه خالص. اكتر ذكر هيفرق معاك في حياتك فعلا ويديك قوه رهيبه، لا حول ولا قوه الا بالله. الحول هو التحريك، يعني لو انا هجيب اي حاجه حركها من حته لحته ولا الحول، والقوه ان انا يبقى عندي قوه بقى. فقال لك انت ما تقدرش تحرك شيء من غير ربنا، ولا تقدر يبقى عندك قوه انك تعمل اي شيء الا بالله. لا حول عن المعصيه ولا قوه على الطاعه الا بالله، لا حول عن الفشل ولا قوه على النجاح الا بالله، لا حول عن المرض ولا قوه على الشفاء والعافيه الا بالله، لا حول عن الفقر ولا قوه على الغنى الا بالله، لا حول عن اي صفه وحشه ولا على قوه على اي صفه حلوه الا بالله، لا حول عن طول النوم والهبوط والدوخه ولا قوه على النشاط والحيويه والايجابيه وروح المبادره الا بالله. فهي كلمه بتحولك من كل حاجه وحشه لكل حاجه حلوه. تقولها لما تكون عايز تعمل حاجه، انا عايز ان شاء الله مثلا اطلب علم، انا عايز اقوم ليل، انا عايز اذاكر، انا عايز اخد شهاده، انا عايز اخد ماجستير او دكتوراه او بورد امريكي او زماله بريطانيه، انا عايز افتح مشروع جديد، انا عايز اتجوز. لا حول ولا قوه الا بالله. دي كلمه العزيمه في اي حاجه. طب لو انا عندي معصيه، لو انا عندي عيب، لو انا عندي صفه وحشه، لا حول ولا قوه الا بالله بتقولها يا رب حول عني الصفه الوحشه دي. لا حول ولا قوه الا بالله بتقولها ساعات ما تحس بكسل، انك مش قادر تعمل حاجه، ربنا بيعلمك بيها ما تستصعبش حاجه. اوعى تستصعب حاجه، اوعى تستصعب مشروع انت عايز تدخله لو في الحلال وفي سبيل الله، اوعى تستصعب عباده انت عايز تعملها، اوعى تستصعب معصيه انت متعلق بيها جدا ونفسك تسيبها عشان ترضي ربنا، اوعى تستصعب اي تغيير انت عايز تعمله في حياتك، اوعى تستصعب كليه انت عايز تدخلها او سنه دراسيه او شهاده كبيره عالميه وانت خايف. اوعى تتهيب شيء، ليه؟ لانها بالله مش بك انت. اوعى تبص لنفسك وتقول انا اللي صنعت، انا اللي عملت. لما قارون قال انما اوتيتوه على علم، ربنا قال له ايه؟ طب خلي العلم بتاعك ينفعك، خسفنا به وبداره الارض. عمل لك ايه العلم بتاعك؟ عشان كده دي كلمه بتخليك عمرك ما يجيلك كبر ولا عجب ابدا. كلمه بتعرفك حقيقتك، بتعرفك انك من غير ربنا بيك زيرو. الكلمه دي وانت بتقولها بتقعد تفتكر مستقبلك، انت نفسك توصل لايه؟ كل حول ولا قوه الا بالله قدام كل حلم من حياتك نفسك توصل، وبتفتكر بقى حاضرك، كل مشاكلك، كل عيوبك، كل ذنوبك اللي انت نفسك تتغير. يا رب غفر لي، لا حول ولا قوه الا بالله. وبتفتكر ماضيك، كل اللي ربنا عمله لك من غيرك يا رب ما كنتش اقدر اعمل حاجه. وبتفتكر الحياه كلها ماشيه بالقانون ده. عشان كده كنز من كنوز الجنه. يعني ايه كنز؟ انا ما بكنزش خشب ولا ورق، انا بكنز ذهب، عقارات، دولارات، عشان لو حصل اي ازمه في المستقبل انا معايا فلوس اقدر اواجه بيها اي مشكله. فقال لك لا حول ولا قوه الا بالله. دي انت بتكنزها لاي ازمه. اي ازمه لو انت واجهتها بلا حول ولا قوه الا بالله ربنا يحلها لك.